هو ليه شيكوبانزا ده لغز؟ مبدئيا كده اللاعب ده جه الزمالك ب 830 الف دولار على اساس انه جناح يعوض مصطفى شلبي، وكل الزملكاويه كانوا متفائلين لان بالنسبه لهم مفيش حد هيجي في المركز ده اسوأ من شلبي، لحد بقى ما المعلم شرف لاعب ما بيعرفش يرقص واحد على واحد، وما بيعرفش يشوط، وما بيعرفش يرفع، تقريبا اساسيات الوينج مش عنده اصلا، بس عنده حاجه واحده بس وهي نقطه قوته، المساحات وسرعته اللي بيستغلها في المساحات دي، الاتنين متعلقين ببعض، والفكره انه ساعات بيأثر في الحته دي كمان. بس ليه بقى لغز؟ عشان ممكن تطلع منه لعبه ما تطلعش من اجمدها وينج. ليه لغز؟ عشان اللاعب ده الوحيد اللي برغم ادائه اللي مش مفهوم ده، الوحيد اللي لما بينزل الملعب الجمهور بيستنى منه حاجه، مع انه بيبقى مطلع عينهم الماتش اللي فات وعارفين امكانياته الزفت كويس، بس سبحان الله بقى ليه برضه الواد ده لغز؟ لان برغم ادائه التعبان زي ما قلت الجمهور صبر عليه ولسه مستني منه حاجه، مع ان مصطفى شلبي بالارقام احسن منه مليون مره. بس شوف الجمهور كان بيعامل شلبي ازاي وبيعامل شيكو ازاي، تحس ان الواد ده سحر له. واللي يخليك تشك في الموضوع ده فعلا انك لو سالت مجموعه زملكاويه هتلاقي معظمهم عايزينه يكمل، مع انه ما قدمش حاجه تشفع له طول الموسم ده.